السلام عليكم أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية، معكم مستر رفعت علي مدرس التاريخ والجغرافيا ومدرس الدراسات الاجتماعية. أتمنى تكونوا ذاكرتم الدرس اللي فات، الدرس اللي فات كان سهل جدا وما فيش فيه أي حاجة صعبة. إن شاء الله احنا هنراجع عليه في أول الحصة، وكمان هناخد النهارده الجزء التاني قراءة العالم الحديثة ببساطة جدا وسهلة جدا. بس أتمنى إن تكونوا ذاكرتوا الجزء اللي فات. دلوقتي أنا عايز أقول كلمتين مهمين جدا، يعني أتمنى إن الطلبة تستفاد منهم. أول حاجة أنا عايزك دلوقتي تذاكر، مش عايزك تتراكم حاجة عليك، يعني الدرس اللي فات لو تراكم عليك والله يعني بُص، أنت كده هتزنق نفسك طول السنة، هتقول يا ريتني كنت ذاكرت، يا ريتني كنت عملت من أول السنة. بعد إذنك أنت لسه في أول السنة، لسه في بداية السنة، لسه السنة طويلة قدامك، لسه كده هتاخد دروس ولسه هتذاكر ولسه هتمتحن. فبعد إذنك كده أنا عايزك تشد حيلك وتذاكر أول بأول. دي أول حاجة. تاني حاجة عايزك تعملها، هو أنت بتصلي والّا لأ؟ أتمنى إنها تكون بتصلّي، أتمنى اللي يكون بيسمعنا ده يكون بيصلّي، عشان لو أنت مش بتصلّي دي كارثة ومصيبة كبيرة جدًا. مش عايز طالب ما يكونش بيصلّي، مش شرط يكون طالب، حتى لو ولي أمرك حتى، ولي أمرك مش بيصلّي، لأ، أنت انصحه وصلّي، أنا عايزك تصلّي، مش عشان تصلّي عشان ربنا يكرمك في الشهادة الإعدادية لأ، أنا عايزك تصلّي وأنت في إعدادي وأنت في ثانوي وأنت في جامعة لحد ما تتجوّز وتخلّف وتموت، تموت وأنت بتصلّي. دي حاجة. الحاجة التالتة أنا عايزك ترضي باباك ومامتك عشان يدعوا لك دعوة حلوة تقدر تستفاد بيها، أمّا باباك ومامتك كده يدعوا لك دعوة حلوة تخش الامتحان ممكن تقفّل المادة، تجيب درجة اللي أنت عايزها، تخش الحاجة اللي أنت عايزها، تخش ثانوية عامة إن شاء الله. فبعد إذن حضرتك أنا باقول لك أهو 3 حاجات مهمين، تذاكر، تصلّي، ترضي باباك ومامتك. قبل ما نبدأ الحصة بتاعتنا عايزين بس نقول كده الدعاء ورا بعض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا سامعك ها، أنا عايزك تقوله ها، عايزك تقوله مش هاقول لك زي المرة اللي فاتت لأ، أنا عايزك تقوله كده. ده والله ربنا هيكرمك بيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أتمنى إن أنتم كنتم ذاكرتوا الدرس اللي فات، الدرس اللي فات قارات العالم من حيث الموقع والمساحة. خدنا قارة آسيا، قارة أفريقيا، قارة أوروبا. قلنا دلوقتي قارة آسيا عُدّها شمالًا محيط قطب شمالي، يحدها جنوبًا محيط هندي، يحدها شرقًا، شرقًا يا مستر على الإيد اليمين والّا الشمال؟ قُلت لك شين شرق تبقى على الإيد اليمين، شين شرق على الإيد اليمين، يحدها شرقًا محيط هادي. طب يحدها بقى غربًا، قُلت لك في 3 حاجات، قارة أوروبا، البحر الأحمر، سامعك، جبال أورال، جبال أورال. طب مستر بعد إذنك قارة أفريقيا مالها، شمالها؟ يا مستر شمالها، أنا عايز أعرف شمالها أنت لسه هتفكّر؟ شمالها يا ابني قارة أفريقيا، إيه اللي فوق؟ بحر متوسط، طب تحت في الجنوب، جاوب، هتجاوب إزاي؟ مش قُلت لك إن قارة أفريقيا هي الوحيدة اللي ما لهاش جنوب، ولسه النهارده هناخد في قارات العالم الحديث برضه في قارة تانية ما لهاش جنوب. طب مستر شرقها، شرقها يبقى على إيدي اليمين يبقى البحر الأحمر. طب مستر غربها يبقى المحيط، المحيط الأطلنطي. طب مستر بعد إذنك قارة أوروبا، قارة أوروبا شرقها شمالها، ها؟ محيط قطب شمالي. طب شرقها يا مستر على ايدي اليمين قارة آسيا. طب على ايدي الشمال محيط أطلنطي، على ايدي الشمال محيط أطلنطي. طب مستر تحت في الجنوب هيبقى فين؟ قارة أوروبا تحتها على طول البحر الأحمر والبحر الأحمر البحر المتوسط معلش، البحر المتوسط والبحر المتوسط يفصل ما بيننا وما بين قارة أوروبا. يبقى تاني جنوبها البحر المتوسط، معلش أنا غلطت، جنوبها البحر المتوسط. طب دلوقتي أنا عايز أسألك سؤال مهم، هو إيه اللي بيفصل بين آسيا وأوروبا؟ سامعك. يالّا جاوب، إيه اللي يفصل بين آسيا وأوروبا؟ آسيا وأوروبا حُط تحت أوروبا دي خط كده جبال أورال. طب مستر إيه اللي يفصل بين آسيا وأفريقيا؟ إيه اللي يفصل بين إيه يا مستر؟ آسيا وأفريقيا، يبقى البحر الأحمر. طب يا مستر دلوقتي عايز أسألك سؤال، قُلت لك آسيا أفريقيا فيها 3 حاجات، يفصل، يقترب، يتصل. يبقى إحنا قُلنا يفصل عند البحر الأحمر. طب تقترب عند مضيق مضيق باب المندب، مضيق باب المندب. طب مستر بعد إذنك عايزين بقى نعرف تتصل فين مع أفريقيا، آسيا تتصل فين مع أفريقيا؟ شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء. طب مستر بعد إذنك يفصل آسيا عن أمريكا الشمالية، مستر هو إيه اللي جاب آسيا لأمريكا الشمالية؟ ما قُلت لك المرّة اللي فاتت إن الكورة عاملة كده أهو، إحنا عايشين في كورة، إحنا بس اللي عاملين الخريطة بالعرض زي ما الصورة دي قدّامك كده أهو، بالعرض إحنا عاملين الخريطة زيها، حوّلناها من كورة لعرض. يبقى إيه اللي يفصل بين آسيا وأمريكا الشمالية؟ أمريكا الشمالية حُط تحت أمريكا الشمالية مليون خط، أمريكا الشمالية مضيق بيرنينج، مضيق بيرنينج. طب مستر آسيا وأستراليا إمم.
بحر أرافورا، بحر أرافورا. طب مستر بعد إذنك، إن هي القارة اللي تتميز بكثرة الجزر، ها، قارة تتميز بكثرة الجزر. عندي 2 قُلناهم لحد دلوقتي، قارة أوروبا وقارة آسيا، قارة أوروبا وقارة آسيا. طب مستر بعد إذنك، تتميز أفريقيا بإيه؟ قُلت لك السؤال ده سؤال واحد بس، تتميز أفريقيا بإيه؟ ها، بقلة الجزر، أهمهم جزر مدغشقر، جزر مدغشقر وجزر وجزر القمر، جزر مدغشقر وجزر القمر. دلوقتي كده دي كانت لأ استنى، استنى، نسيت أقول لك حاجة كمان. تعرف تقول لي فرق بين الموقع الفلكي والموقع الجغرافي؟ ها، ما تجاوب. موقع فلكي وجغرافي. موقع جغرافي زي ما قُلت لك جغرافي، جغرافيا يابس وماء، فلكي خطوط الطول ودوائر العرض، خطوط الطول ودوائر العرض. طب مساحة الكرة الأرضية 510 كيلومتر مربع، كيلومتر، 510 كيلومتر بس، 510 مليون، مليون، ما تنساش كلمة مليون بعد إذنك، ما تنساش بعد إذنك كلمة مليون، 510 مليون كيلومتر مربع. دلوقتي ده كان ملخص اللي إحنا شرحناه المرة اللي فاتت، شرحته لك دلوقتي في 5 دقايق. الجزء التاني بسيط جدًا ومش هياخد في إيدينا 10 دقايق. أول حاجة معانا وحاجة بسيطة جدًا وحاجة سهلة جدًا، قارة أمريكا الشمالية. طب مستر بعد إذنك، هي القارات اللي إحنا هناخدها النهارده هتبقوا زي القارات اللي فاتت زي قارة آسيا كده ويقول لك يفصل ويقترب ويتصل؟ لأ، أنا عايز أعرف بس الاتجاهات. أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، اتجاهات. ما فيش غير سؤال واحد بس هييجي في أستراليا وفي القارة القطبية الجنوبية. أمريكا الشمالية سهلة جدًا، يالّا نعمل اللعبة اللي كنا بنلعبها كل مرة، هتعمل الأسهم شمال، جنوب، شرق، غرب. شمال أمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية فوق، يبقى فوق خالص، فوق خالص، يبقى إيه اللي فوقها؟ محيط قطب شمالي، محيط قطب شمالي، محيط قطبي شمالي. طب مستر بعد إذنك، اللي على إيدها اليمين بقى، إيدها اليمين يبقى الشرق والّا غرب؟ إيدها اليمين قُلت لك يمين يبقى الشرق، يبقى محيط أطلنطي، يبقى محيط أطلنطي. شمالها محيط قطب شمالي، شرقها محيط أطلنطي، شمالها محيط قطب شمالي، شرقها محيط أطلنطي. طب مستر غربها، غربها يبقى على إيد إيه؟ الشمال، غربها على إيد الشمال يبقى محيط هادي، يبقى محيط هادي، يبقى محيط الهادي. طب مستر هييجي في الامتحان هييجي لي سؤال مهم جدًا، يقول لي يقع المحيط الهادي شرق أمريكا الشمالية، صح والّا غلط؟ عارف لو أنت عملتها صح يبقى أنت ما ركزتش معايا. يقع المحيط الهادي غرب أمريكا الشمالية، يقع المحيط الهادي غرب أمريكا الشمالية. طب مستر جنوبها، جنوبها، لأ. طب أنا كنت أعرف أجاوب المحيطات وأعرف أجاوب اللي فوقها محيط قطب شمالي وأعرف اللي فينا محيط هندي محيط أطلنطي وأعرف اللي فينا محيط هادي. طب جنوبها أجيب لها جنوب دي إزاي؟ تحتها أمريكا الجنوبية، هاقول لك لأ، في حاجة تفصل ما بينها وما بين أمريكا الجنوبية، في حاجة تفصل ما بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. طب إيه اللي يفصل ما بينهم يا مستر بعد إذنك؟ خليج المكسيك وفي بحر بقى جديد أنا عايزك تركّز فيه اسمه البحر الكاريبي. بحر إيه يا مستر تاني معلش؟ البحر الكاريبي، البحر إيه يا رجالة؟ البحر الكاريبي. يبقى تاني يحُد جنوبًا أمريكا الشمالية حاجتين، خليج مكسيك، بحر كاريبي، خليج مكسيك، بحر كاريبي، خليج مكسيك، بحر كاريبي. يبقى تاني بعد إذنك يا مستر، هو إحنا كده خلّصنا أمريكا الشمالية؟ إحنا كده خلّصناها. قُلت لك ما فيش فيها غير الاتجاهات. يبقى تاني، شمالها محيط قطب شمالي، طب على إيدها اليمين يا مستر شرقها محيط أطلنطي، طب غربها محيط هادي. طب تحت بقى في الجنوب يا مستر خليج المكسيك والبحر الكاريبي، خليج المكسيك والبحر الكاريبي. دي أول قارة، في حاجة صعبة والّا ما في أي حاجة صعبة؟ زي ما قُلت لك بس والله العظيم أنت لو حفظت اللعبة دهيّة، لو أنت حفظت اللعبة دهيّة، اللعبة اللي باقول لك لعبة الأسهم، والله لا هتحل أي سؤال ييجي في الاتجاهات. بعد إذن حضرتك زي ما أنا باقول لك أنا عايزك تحفظ لعبة الأسهم. لعبة الأسهم دي لعبة مسلية جدًا وسهلة جدًا وترفيهية جدًا. والله أنا عايزك تبقى قاعد كده في البيت، تقوم رايح جايب ورقة وقلم كده وتقعد ترسمها. مامتك وباباك يقولوا لك أنت بتعمل إيه؟ قُل لهم أنا مستر رفعت قال لي لعبة كده هتحفظنا الخريطة. بعد إذنك زي ما أنا قُلت لك، أنت معاكش خريطة يا عم والله سهلة أهي، دي لعبة الأسهم. لعبة الأسهم بديل للخريطة. طب مستر إيه القارة اللي بعد كده؟ إحنا قُلنا أمريكا الشمالية، يبقى اللي بعدها أمريكا الجنوبية، أمريكا شمالية، أمريكا جنوبية، أستراليا، القارة القطبية الجنوبية. طب مستر أمريكا الشمالية، إحنا دلوقتي عايزين نعرف شمالها. إحنا قُلنا إيه اللي يفصل بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية؟ أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قُلنا حاجتين، خليج المكسيك والبحر الكاريبي. قُلنا طالما خليج المكسيك والبحر الكاريبي في جنوب أمريكا الشمالية، يبقى شمال، شمال
أمريكا الجنوبية البحر الكاريبي برضه. شمال أمريكا الجنوبية يا رجالة بحر كاريبي، بحر كاريبي، بحر كاريبي، بحر كاريبي. طب مستر في حاجة بقى عايز أقولها لك وتركز معايا فيها عشان دي هتسهل لك الدنيا على الآخر. جالك أمريكا الشمالية، جالك أمريكا الجنوبية، عايز منك طلب واحد، أول ما هترسم الأسهم اللي باقول لك عليها تقوم رايح حاطط على الشرق والغرب محيط أطلنطي، محيط هادي، ما يتغيروش. ما يتغيروش إزاي يا مستر؟ يعني أمريكا الشمالية زي أمريكا الجنوبية، شرقها محيط أطلنطي، غربها محيط هادي. أمريكا الشمالية زي أمريكا الجنوبية في إيه يا مستر؟ شرقها محيط أطلنطي، غربها محيط هادي. شرقها محيط أطلنطي، غربها محيط هادي. دي أمريكا الشمالية يا مستر والجنوبية كمان. أمريكا الشمالية والجنوبية شرقها محيط أطلنطي، غربها محيط هادي. طب يا مستر جنوبها، جنوبها هنا لا يوجد. مستر أنا سمعت الجملة دي فين قبل كده. قارة أفريقيا. يبقى دلوقتي عندي قارتين، قارة قديمة وقارة حديثة. إيه القارتين اللي مالهمش جنوب؟ قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية. قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية. يبقى تاني بعد إذنك، تاني بعد إذنك كده تركز معايا في اللي أنا بقوله. مش عايزك تسرح معايا بعد إذنك، مش عايزك تسرح. هات كده كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا بعد إذنك، مش عايزك تسرح. أمريكا الشمالية شمالها محيط قطب شمالي، شرقها محيط أطلنطي، غربها محيط هندي. تبقى أمريكا الجنوبية شمالها بحر، بحر كاريبي. طب زي ما قلت شرقها وغربها محيط أطلنطي، محيط. طب مستر أمريكا الشمالية عايز أعرف بقى جنوبها. أمريكا إيه؟ شمالية. أمريكا إيه يا رجالة؟ شمالية. أمريكا الشمالية قلنا حاجتين، خليج مكسيك، بحر كاريبي. خليج مكسيك، بحر كاريبي. طب مستر بعد إذنك أمريكا الجنوبية مالها؟ شمالها بحر كاريبي، بحر كاريبي. ما فيش أي حاجة صعبة، والله ما في حاجة صعبة سواء في القارة الشمالية والقارة الجنوبية. طب هنخش على تالت قارة معانا النهاردة. مستر وأنت ماشي بسرعة؟ لا والله مش ماشي بسرعة، هو الدرس كده سهل. الدرس ده سهل جدا، ما فيش في أي حاجة. طب مستر أنا ممكن أسألك سؤال؟ هو أنت ليه ما خليتش الدرس ده مع الدرس بتاع المرة اللي فاتت؟ هقول لك ليه. أنا دلوقتي ما كنتش عايز أطول عليك. أنا الحصة اللي فاتت أنا خليتها بالظبط حوالي 45 دقيقة. طب ليه يا مستر خليتها 45 دقيقة؟ عشان مش عايز أطول عليك. أنا ممكن أخليها لك ساعة وساعة ونص، بس أنت إيه هتزهق. أنت كده هتزهق. فأنا أخليها لك، أقسمها لك وتبقى مركز وفاهم. طب مستر بعد إذنك، قارة أستراليا هنعمل فيها إيه؟ يا ابني قلت لك كل قارة، أنا لازم كل قارة أقول لك برضه؟ لأ. هنعمل على بيت الأسهم. لعبة الأسهم دي هتمشي معانا في كل حاجة. لعبة الأسهم هتعمل إيه يا مستر؟ هتمشي معانا في كل حاجة. هتمشي معانا في كل حاجة. مصدر لعبة الأسهم، يلا ها يلا. فوق شمال، تحت جنوب، إيدي اليمين، إيدي اليمين. يمين يبقى شرق، يمين شرق، شين جنوب، شين، شين جيم اللي هي إيه؟ ها؟ شين يه، شين يه، شين يه يمين، شين وكلمة يمين أولها يه يبقى شين يه يمين، شين يه يمين. مستر يعني إيه شه يه يمين ده أصلا؟ شه يمين يعني الشرق، الشرق على إيدي اليمين، شرق على إيدي اليمين. مستر هو انت فاضي كده وبتهزر؟ لا انا مش بهزر، انا بسهل لك الدنيا. انا والله بسهل لك الدنيا عشان ما تتلخبطش، عشان والله العظيم لحد دلوقتي، لحد يومنا هذا في طلبه في ثالثه اعدادي ما تعرفش عن ايه الاتجاهات اصلا. بعد اذنك كده ركز معايا. شمال، شمالها يا رجاله شمال قاره اسيا. مستر ممكن اسالك سؤال؟ فاكر لما انا قلت لك فاكر لما انا قلت لك في قاره اسيا، قاره اسيا فاكرينها؟ قلت لك جنوبها، ها، جنوبها ايه؟ جدع ها صح، بحر أرافورا. يا شمال قارة أستراليا بحر أرافورا. طب إيه اللي جاب دي يا مستر؟ ما هو آسيا فوق أستراليا تحت، آسيا فوق أستراليا تحت. يبقى جنوب قارة آسيا هو شمال قارة آسيا. جنوب قارة آسيا هو شمال قارة أستراليا. جنوب قارة آسيا هو شمال قارة أستراليا. طب مستر بعد إذنك أنا عايز أعرف دلوقتي بقى شمال قارة آسيا تاني عشان أنا نسيت. بحر أرافورا، بحر أرافورا، بحر أرافورا جنوب آسيا شمال أستراليا. تيجي نلعبها لعبة تانية. بحر أرافورا شمال أستراليا جنوب آسيا، بحر أرافورا شمال أستراليا جنوب آسيا، بحر أرافورا شمال أستراليا جنوب آسيا، بحر أرافورا شمال أستراليا جنوب آسيا. طب مستر بعد إذنك على إيدي اليمين، على إيدي اليمين.
فاكرين لمّا قُلنا هنا أوروبا، قُلنا هنا كده قُلنا هنا آسيا معلش آسف، آسيا، قُلنا محيط قطب شمالي فوق على إيدي اليمين يبقى محيط هادي، على إيدي اليمين يبقى محيط هادي، يبقى آسيا زيّها بالضبط. محيط هادي، محيط هادي. طب مستر بعد إذنك، أنا عايز أعرف بقى أستراليا زيّها معلش، أنا معلش بس باتلخبط بين آسيا وأستراليا بس الكلام، عشان بس إيه، أنا والله زي ما إحنا بنصوّر، إحنا حوالينا دلوقتي الساعة داخلة على 16:00 فمعلش والله غصبٍ عني. يبقى أستراليا، فاكرين لمّا قُلنا آسيا يمينها محيط هادي، يبقى أستراليا يمينها محيط هادي. آسيا وأستراليا يمينهم محيط هادي. طب مستر بعد إذنك، غربها أدي أستراليا أهي على إيدي الشمال، يبقى آجي غربها محيط هندي، محيط هندي، محيط هندي، محيط هندي. طب مستر بعد إذنك سؤال، إحنا قُلنا دلوقتي يا مستر غربها محيط هندي، طب وأنت ليه كاتب برضه جنوبها محيط هندي؟ ما أنا هاقول لك أهو بقى ركّز معايا. أستراليا القارة الوحيدة اللي جنوبها زي غربها. مستر معلش قُلت لي المعلومة دي تاني ملحوظة مهمة، أستراليا القارة الوحيدة اللي جنوبها زي غربها، يعني جنوبها محيط هندي وغربها محيط هندي، جنوبها محيط هندي، غربها محيط هندي. دي قارة أستراليا. طب مستر في معلومة بقى عايز أقول لك عليها مهمة جدًا، 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 ممكن ييجي لك سؤال فيها. تضم قارة أستراليا بعض الجزر، تضم يا مستر إيه؟ قارة أستراليا بعض الجزر. طب أنا أعرفهم منين الجزر دول يا مستر؟ لأ أنت تعرفهم دلوقتي يا حبيبي بس ركّز معانا. أستراليا فيها 3 جزر، إيه هم يا مستر؟ نيوزيلندا شمالية، نيوزيلندا جنوبية، تاسمانيا. نيوزيلندا جنوبية، نيوزيلندا شمالية، تاسمانيا. نيوزيلندا جنوبية، نيوزيلندا شمالية، تاسمانيا. معلش بس أنا هاقطع الحصة في حاجة بس مهمة عايز أقولها. أنا عارف إن أنا اتلخبطت دلوقتي وأنا باقول أستراليا وآسيا، أنا لسه آخد بالي حاليًا في الحتة اللي قبل كده اللي كنت باقول مثلًا على أستراليا آسيا والعكس. أنا بس معلش زي ما قُلت لكم أنا باصوّر الفجر فغصبٍ عني والله. أنا بس والله إيه، أكيد أنت فاهم، أكيد الطالب اللي قدّامي فاهم أنا باعمل إيه. يبقى التاني بعد إذنك، فمعلش أنا آسف يعني ما تاخدش الغلطة دي عليّا، أنا عارف وباعتذر عليها. أنا بس والله تعبان وعايز أنام من الصبح شغّال، فيعني معلش اعذروني أنا آسف والله. وبرضه في حاجة مهمة عايز أقولها لك زي ما وعدتكم قبل كده، إن السبورة هتنزل. طب مستر هو أنت ليه ما نزّلتش في الحصة اللي فاتت السبورة؟ أنا غصبٍ عني والله العظيم أنا بس إيه، باجهّز السبورة وباضبّط كل إيه، السبورات وهننزلهم مع بعض في الحصة ده، في مفاجأة كمان. الحصة الجاية هتبقى امتحان على الدرس ده. هتقول لي يا مستر الدرس ده مش محتاج امتحان، هاقول لك لأ ده محتاج امتحان وأسئلة مهمة جدًا كمان، بس أنت تركّز معايا فيه. يبقى تاني بعد إذنك يا مستر، شمال قارة أستراليا بحر أرافورا، شرقها محيط هادي زي قارة آسيا. طب يا مستر غربها محيط هندي، غربها محيط هندي. طب تضم آسيا بعض الجزر زي إيه يا رجالة؟ إحنا قلنا أهي 3 حاجات، نيوزيلندا شمالية، نيوزيلندا جنوبية، تاسمانيا. نيوزيلندا الشمالية والجنوبية وتاسمانيا، نيوزيلندا الشمالية والجنوبية وتاسمانيا، نيوزيلندا شمالية وجنوبية وتاسمانيا. دول 3 قارات ما كانش فيهم أي حاجة صعبة، وهنراجع عليهم كمان بعد أمّا نخلّص، فيا ريت تسمع الحصة للآخر. آخر قارة معانا في الدرس كله القارة القطبية الجنوبية. بيقول لك إن القارة القطبية الجنوبية توجد في أقصى جنوب الكرة الأرضية، اوعى تقول لي أقصى شمال الكرة الأرضية والّا أقصى شرق والّا أقصى غرب. القارة القطبية الجنوبية أقصى جنوب، القارة القطبية الجنوبية أقصى جنوب الكرة الأرضية، أقصى إيه يا رجالة؟ أقصى جنوب، أقصى إيه يا مستر تاني؟ أقصى جنوب، أقصى جنوب، أقصى جنوب أهو، أقصى جنوب أنا باركّز على كلمة جنوب تاني أهي، كلمة جنوب. طب مستر بعد إذنك، يُعاد بها إيه؟ مش إحنا قُلنا كل قارة يُحاط بها إيه؟ يعني مثلًا أستراليا بحر أرافورا فوق على إيد اليمين هادي، على إيد الشمال هندي، لأ، دي بقى مختلفة، دي الوحيدة المختلفة عن باقي القارات. القارة الوحيدة المختلفة عن باقي القارات القارة القطبية الجنوبية. طب ليه يا مستر؟ عشان دي يحيطها محيط القطب الجنوبي من جميع الاتجاهات. عارفين كده المحيط القطبي الجنوبي ده في آخر القارة تحت في الجنوب، في آخر الكرة الأرضية، عارفين عامل إزاي؟ ده كله تلج، كله تلج، حرفيًا بالمعنى الحرفي كله تلج. فالقارة القطبية الجنوبية كلها تلج، محاطة بالتلج. طب مستر أنا عايز أسألك سؤال، دلوقتي قارة كلها تلج، هنستفاد بيها بحاجة؟ آه هنقدر نستفاد بيها. بعض الدول
بعض، أنا قُلت كلمة إيه، بعض، ما قُلتش كل الدول، قُلت بعض، وركّز معايا أهو، يوجد بها بعض الدول، بعض الدول، بعض الدول مالها يا مستر؟ بيستخدموها في التجارب العلمية، بيستخدموها في إيه يا رجالة؟ في التجارب العلمية، يعني في دول بتستخدم القارة القطبية الجنوبية في التجارب العلمية، زي إيه؟ إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، عايزك تركز في ال3 ده هم، إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية. طب مستر هو إحنا كده خلّصنا الدرس؟ إحنا كده خلّصنا الدرس. طب ليه يا مستر أنت ما خلّيتوش يعني في الحصة اللي فاتت، كان زماننا خلّصنا بدري، لأ، على فكرة ده تعب ليّا أنا عشان باصوّر في يوم وباكمّل في الجزء التاني في يوم. أنا باقول لك أنا كده مرتاح وأنت كده هترتاح، فبعد إذنك اللي أنا باقوله ده أنا عارف أنا باعمل إيه، يعني أنا مثلًا الجزء اللي فات ده أهو كان 45 دقيقة، الجزء ده ممكن يكمّلش نُص ساعة، طب يا مستر كنت أحطّهم، أقول لك لأ، أنا مش عايزك تتعب، أنا مش عايزك أنا أتعب بس أنت ما تتعبش، أنا أتعب وأنت ما تتعبش. يبقى تاني يا مستر بعد إذنك، القارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الشمالية، شمالًا محيط قطب شمالي، جنوبًا خليج المكسيك والبحر البحر إيه؟ جدع، جدع، البحر الكاريبي. طب وعلى إيد اليمين بقى في الشرق محيط أطلنطي، إيد الشمال في الغرب محيط هادي. طب قارة أمريكا الجنوبية، شمالها إحنا قُلنا هنا جنوب قارة أمريكا الشمالية بحر كاريبي، يبقى شمال أمريكا الجنوبية بحر كاريبي. طب يا مستر بعد إذنك، إحنا قُلنا إن القارتين شبه بعض، أمريكا الشمالية والجنوبية إزاي؟ شرقهم محيط أطلنطي، غربهم محيط هادي. طب مستر بعد إذنك، قارة أمريكا الجنوبية جنوبها إيه؟ لا يوجد، زي قارة إيه؟ قارة أفريقيا، اوعى تنسى، اوعى تنسى أمريكا الجنوبية وأفريقيا ما فيش في الجنوب حاجة، لا يوجد. طب مستر بعد إذنك، قارة أستراليا تضم بعض الجزر زي نيوزيلندا شمالية، نيوزيلندا جنوبية، شمالية وجنوبية وتاسمانيا. نيوزيلندا شمالية، نيوزيلندا جنوبية وتاسمانيا. طب مستر نسيت تقول لي الاتجاهات، ليه ما نسيتش؟ قُل لي أنت بقى كده الاتجاه بتاع قارة أستراليا. ها، شمال بحر أرافورا، تحت في الجنوب محيط هندي، طب في الغرب محيط هندي. طب مستر بعد إذنك بقى في الشرق محيط هادي، محيط هادي، محيط هادي. طب القارة القطبية الجنوبية، القارة الإيه؟ القطبية الجنوبية، توجد أقصى جنوب الكرة الأرضية. القارة القطبية الجنوبية توجد أقصى جنوب الكرة الأرضية، توجد أقصى جنوب الكرة الأرضية، يحيط بها المحيط القطبي الجنوبي من جميع الاتجاهات. يوجد بها مركز للبحوث العلمية، يوجد بها مركز ليها مستر البحوث العلمية، قلت لك في بعض الدول بيستخدموها في الأبحاث العلمية زي إنجلترا، فرنسا، الولايات المتحدة. طب مستر بعد إذنك، في معلومتين عايز أقولهم لك مهمين جدا جدا، تساوهم للآخر. قارة أستراليا يحيط بها قارة آسيا، قارة آسيا يحيط بها ها كام اتجاه؟ كام اتجاه فيها يا مستر بعد إذنك عشان أنت كده هتلخبطني، المفروض نكون عارف السؤال ده، كام اتجاه إيه؟ أنا مش هاقول، أنت اللي هتقول، أنا مش هاقول حاجة، أنت اللي هتقول، كام اتجاه؟ مستر أنت كده هتلخبطني، كام اتجاه إزاي وأنت بتقول اتجاه؟ في 3 اتجاهات مَيّة، في 3 اتجاهات مَيّة، تعرف تقولهم لي؟ قولهم لي بعد إذنك. محيط قطب شمالي، محيط هندي، محيط هادي. طب مستر بعد إذنك ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل اسأل. قارة أمريكا الشمالية يحيط بها كلّهم مَيّة أصلًا، محيط قطب شمالي، خليج المكسيك والبحر الكاريبي بحر، محيط أطلنطي، محيط هادي، وكذلك أمريكا الجنوبية، همم، صح والّا لأ؟ وكذلك أستراليا، يبقى مش قارة آسيا الوحيدة اللي بيحيط بها المحيطات من 3 اتجاهات. طب مستر في معلومة تانية عايز أقولها لك، إن قارة أمريكا الجنوبية تُطلق عليها بأنها تُشبه بالمثلث، تُشبه إيه؟ عاملة كده، يعني رسم كروكو ليها عاملة كده، دي يعتبر قارة أمريكا الجنوبية، دي يعتبر قارة أمريكا شبه كده، شبه ده، عاملة شبه المثلث.
على ما أظن ما فيش أي حاجة صعبة في اللي أنا قُلته ده، كل الدرس سهل، زي ما أنا قُلت لكم قبل كده إن لو أنت يعني استغفرت ربنا كده واستهديت بالله وقعدت تذاكر كده وشغّلت دماغك والله مش هيبقى في أي حاجة صعبة. أنا شرحت الدرس ورجعت عليه، رجعت على الدرس بتاع المرّة اللي فاتت، فبعد إذن حضرتك أنا مش عايزك تكسّل. أنا والله العظيم تعبان وواقف هنا ويعني أنتم ملاحظين إن أنا تعبان وشايفينّي باتلخبط في الكلام غصبٍ عني قسمًا بالله من التعب، والله العظيم أنا شغّال من الصبح واقف على رجليّا، أنا ما بانامش والله العظيم، عشان أحضّر لحضرتك الفيديو ده أنا والله العظيم ما بانامش. فبعد إذنك أنا مش عايزك تكسّل وعايزك تذاكر، أنا مش عايزك تكسّل والله العظيم الموضوع سهل وأبسط بُص مما تتخيّل، وكل مرّة هاقول لك، كل فيديو هاقول لك كده الموضوع أبسط مما تتخيّل، الموضوع أبسط مما تتخيّل. بعد إذن حضرتك أنا عايزك تذاكر وما تنساش الحاجات اللي أنا قُلت لك عليها في أول الفيديو، تذاكر، تصلّي، ترضي والديك. إن شاء الله الحصة الجاية هتبقى حصة تاريخ مش جغرافيا، هناخد حصة تاريخ وهناخد حصة جغرافيا، مرّة ومرّة. فبعد إذن حضرتك الدرس ده أنا عايزك تحفظه كويس وتسمّعه لنفسك، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم كده وتقعد تسمّعه لنفسك، بعد إذن حضرتك. في حاجة بقى مهمة عايز أقولها لك كنت سايبها لآخر الفيديو، إن الحصة الجاية مش هنبدأ على طول في درس التاريخ. "لا يا مستر أنت مش لسه قايل لي على طول الحصة الجاية تاريخ؟" هو فعلًا الحصة الجاية هنشرح درس تاريخ، بس بعد إذن حضرتك الحصة الجاية هتبقى امتحان، هاعمل لك امتحان إلكتروني وهانزّله لحضرتك نحلّه مع بعض. امتحان فاكر الصوت ده يعني والله العظيم صوت يعني ما تلاحظوش صوت التابلت غصبٍ عني والله، ده صوت التابلت اللي أنا شغال من عليه، يعني أنا باحط الامتحانات والحاجة عليه، فأنا آسف غصب عني وظاهر في الفيديو مرّة كده والّا مرّتين غصبٍ عني والله العظيم. فبعد إذن حضرتك يعني والله العظيم أنا لسه باقول لك الامتحان والتابلت اشتغل، أنا والله لسه باقول لك الامتحان والتابلت اشتغل، هو كان بينده لك الامتحان بينده لك. فبعد إذن حضرتك أنا عايزك تذاكر عشان نحل الامتحان وعايزك تجيب فيه درجة كويسة، عشان والله العظيم لو جبت درجة كويسة عندي بقى ليك مفاجأة مهمة جدًا، هنعمل مسابقات وبفلوس، بجوايز، الجوايز دي هتبقى فلوس، يعني مثلًا أقول لك هاطلع في مرة أقول لك الامتحان ده يبقى أنا عندي جايزة 200 جنيه، هيبقى ليه جايزة 100 جنيه، هيبقى ليه جايزة 300 جنيه، فبعد إذن حضرتك أنا عايزك تذاكر كده وتشغّل دماغك، بعد إذنك تذاكر وتشغّل دماغك، ده اللي أنا طالبه منك، والحاجات اللي أنا قُلتها لك في أول الفيديو، تذاكر، تصلّي، ترضي والديك، خلاص؟ إحنا بس هنا وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله، وإن شاء الله مش هيكون آخر فيديو أنا هاعمله معاكم. سلام.